نرحب بكم. كيف تبدو عليه صورة الافتتاحية في البورصة المصرية؟ لدينا اي جي اكس 30 يبدي تحسن وارتفاع بعشر النقطة المئوية إلى 5229 نقطة. لدينا اي جي اكس 70 أيضا ارتفاع إلى 453 نقطة، والمئوي الأوسع نطاقا يرتفع إلى 758 نقطة. إلى تفاصيل التداول في البورصة المصرية. اليوم السوق المصري تحمل أخبار عدة، من بينها قرب حل أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء مع الضرائب قبل نهاية الأسبوع في الاجتماع القادم. كذلك لدينا مجموعة من العموميات التي ناقشت أعمالها أو نتائج أعمالها. لا ننسى أيضا الحديث عن حل مشكلة أوراسكوم تيليكوم مع جيزي، وحدتها في جيزي، وماذا سيكون له من أثر موضوع تخفيض التصنيف على السندات الحكومية في مصر. نمر وإياكم هذه المرة على أحوال التداول في البورصة المصرية تباعا. لدينا المؤشر العام الرئيس اي جي اكس 30 يتخطى 5228 نقطة في الوقت الراهن. أما تحركات السبعيني والمئوي أيضا نجدها في ذات النسبة من الارتفاع أو في ارتفاعات طبعا، ولكنها محدودة. نذهب إلى نشاط السوق حاليا وأين يتركز النشاط. لدينا البداية في النشاط نجدها هذه المرة. حبذا لو أخذنا الأسهم النشطة في البورصة المصرية. إذن نذهب إلى جديد السوق، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل سعر فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 9.75%، وسعر فائدة القروض لليلة واحدة إلى 10.75% من 100. وأوضح المركزي أنه رفع أيضا سعر الفائدة على عمليات إعادة شراء الريبو ومزادات الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 10.25%، وسعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس. يذكر أن المركز المصري يسعى جاهدا لتقليص الارتفاع الحاد في التضخم ودعم الجنيه المصري بعد أن فقد الجنيه 9% من قيمته أمام الدولار منذ أواخر العام الماضي. قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الذي تنظمه الوزارة، قال إن مصر تعتزم طرح ما بين 8 إلى 10 مشاريع خلال العام الجاري بتكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليار جنيه مصري، تشمل على إنشاء مستشفى قناة السويس ومحطة لتحلية المياه في شرم الشيخ. جديد السوق المصري بمزيد من التحليل نتابعه مع ضيفي من القاهرة سيد محمد جاب الله، رئيس القطاع المالي والعمليات بشركة أرب فاينانس لتداول الأوراق. أحييك سيد محمد. صباح الخير. حدثنا عن موضوع أسعار الفائدة، ماذا تأثير هذا الخبر على أداء السوق المصري اليوم؟ والله احنا عندنا الأسبوع ده حزمة من الأخبار الجيدة وأخرى من الأخبار اللي تعتبر إلى حد ما سلبية بالنسبة للسوق المصرية، ومنها ارتفاع سعر الفائدة. الحقيقة البنك المركزي كان ما بين شقي الراحة، ما بين ان هو بيحاول ان هو يخفض التضخم وبيحاول ان هو يحد من او يحاول ان هو يسيطر على اسعار الدولار، فكان قدامه ان هو يرفع سعر الفائدة على الودائع وبالتالي على القروض. رفع سعر الفايدة ده زي ما هو ليه ايجابياته بالنسبة للتضخم، وليه برضه سلبياته، ان هو دلوقتي انا لما بيأثر سلبا على الاستثمار المباشر في مصر لارتفاع تكلفة الاقتراض. طيب تأثيره بالنسبة للسوق المصرية بيجي لنا من ناحيتين. اولا المستثمر المصري بيحط نسبة للربح بالإضافة إلى معدل العائد الخالي من المخاطر اللي هو بيكون سعر الفايدة أو بيكون السعر الفايدة على أذون الخزانة. فطالما أنا رفعت الحد الأولاني من المعادلة، فبالتالي بتقل فرص الاستثمار وتقل السيولة المتدفقة إلى السوق المصري. نعم. ده بالنسبة للأخبار السلبية، بالإضافة للجزئية الخاصة تخفيض التصنيف الائتماني بالنسبة للسندات الحكومية، كيف تجد أيضا أثره بالضبط على السوق؟ هو تأثيره مش هيكون مباشر قوي، لأن هو تأثيره بيكون على الاقتراض من الخارج وبيعلي نسبة المخاطرة بالنسبة للناس أو الدول المقرضة من الخارج لمصر. احنا تقريبا بقينا دلوقتي في نفس نسبة اليونان. الحقيقة يعني ده تأثيره مباشرة على السوق المصرية بيكون أقل
شويه بيظهر تاثيره بعد فتره، يعني ممكن نقول ان تاثيره هيكون في المدى المتوسط مش في المدى القصير. نعم. طيب، من ضمن الاخبار التي ربما تكون جيده حول القياديات الاوراسكومات بشكل عام، قبل نهايه الاسبوع ستنحل بحسب راي السوق المشكله المتعلقه بالضرائب التي يجب ان تقتطعها الحكومه من اوراسكوم للانشاء، ناهيك انه كذلك اوراسكوم للاتصالات ايضا وصلت الى تسويه بالنسبه لوحدتها في جيزه وانحلت المشاكل. حدثنا اي من الاخبار باعتقادك ممكن يكون له تاثير ابرز على السوق؟ هم دول الخبرين الحقيقه اللي اعتقد ان هم هيحملوا السوق لحد مستوى المقاومه اللي جاي، اللي هو من منطقه ما بين 5350 لل 5400 5428. اولا البشرى او بدايه قرب الوصول لاتفاق ما بين اوراسكوم للانشاء والصناعه ذات الوزن النسبي الثقيل في المؤشر المصري الرئيسي مع مصلحه الضرائب، ده من ناحيه. من الناحيه الثانيه رفع الحظر عن اوراسكوم تيليكوم فرع وحده الجزائر صاحبه اعلى دخل بالنسبه لشركه اوراسكوم تيليكوم. فان شاء الله يعني نشهد تداولات جيده، وان شاء الله يعني نعدي منطقه المقاومات المحتمله اللي هي ما بين 5350 لل 5428 ونغير اتجاهنا من هابط قصير الاجل الى على الاقل عرضي قصير الاجل في الفتره الحاليه ان شاء الله. طيب، يعني بالنسبه لشركه اوراسكوم للاتصالات، يعني على موقع السوق حاليا اتابع الحقيقة منذ 3 دقائق يتم إعلام من الشركة بأنها لم تخطر بأي تطورات جوهرية تخص شركة جيزي العاملة في الجزائر، لكن الخبر جاء من طرف الجزائر في أحد الجرائد الرسمية والتي ذكرت بأن حكومة الجزائر قررت رفع العقوبات المفروضة ضد شركة الناقل جيزي التابعة لأوراسكوم، وهذا سيمكنها طبعا من استيراد التجهيزات والشرائح وتحويل الأرباح وفق ما نص إليه القانون طبعا وغيره. عندما تؤكد الشركة من طرفها أنه ما وصل شيء من الجزائر، هل ممكن الآن يعني ممكن فعلا نشوف ردة فعل على السهم قوية أم بانتظار إفصاح أقوى؟ لأنه الآن فقط مثل دقائق جاءنا الخبر. هو الحقيقة هو إجراء البورصة هو إجراء طبيعي وعادي جدا، لأن لم يتم التصريح من قبل الشركة المصرية، وإنما تم التصريح من قبل حكومة الجزائر زي ما حضرتك بتقولي. لازم الشركة مراعاة لقوانين سوق المال هي كمان تفصح عن وجود أحداث جوهرية بالضخامة الخاصة بجيزي. احنا لو كنا تتبعنا القضية بتاعت جيزي من بدايتها من حوالي 1.5 سنة أو 2 سنين، كانت السبب الرئيسي في هبوط السهم. فكون ان الجزائر تفرج عن او تفك الحظر عن الوحدة الخاصة بالجزائر، اعتقد ان هيكون ده مردود ايجابي جدا على السهم، وبالتالي لان هو برضه يعتبر من الاسهم القياديه جدا في السوق المصريه، فاعتقد ان مردوده على المؤشر الرئيسي كله ان شاء الله هيكون بخير. ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهره السيد محمد جاب الله، رئيس القطاع المالي والعمليات بشركه أرب فاينانس لتداول الاوراق الماليه.